هادقينا فينا الله يلقى لكم فهاد النهار. إلا لعنة المغاربة صعب من لعنة آمون. امين يا مال ديكتاتور. صح واش جدودنا واش جاو قالوا باش تقتل باش تموت؟ فرنسا خسراش مع السبريون والله يتادوا غدنوبنا. تخيل فراسكم المغرب بلاد الشرفه ديال بصح من الماتش ديال فرنسا. رسميا اسبانيا مرتبطه فرنسا. ثاني هذا الماتش هذا الفقسه بمعنى الكلمه. اليوم فرنسا بات بحال موزمبيق. شنو الماتش ديال فرنسا واسبانيا كنتفرجوا مفقوس. رسميا فرنسا ودعت كاس العالم. دبلي كليتي طعامنا. ألف مبروك للمنتخب الإسباني، لكل الجماهير الإسبانية، يا له من منتخب إسباني. والله ما كذب عليكم الخوت، تنسينا الماتش ديال المنتخب المغربي. هادقينا فينا الله يلقى لكم فهاد النهار. ما دزتو ما خليتو اللي يدوز ما درتو حتى زدتو. سير اخا يا مال راه حنا راضيين عليك. خا ما راضيينش عليك ولكن راضيين عليك. دوزه ديال الحرام ما تقولش لي دازو حلال وبيوقع لهم هادشي. ما عرفت انا ما فهمتش. الله الا لعنة المغاربة صعب من لعنة آمون. صعيبة دغيا. ها هما يلاه نعسو دابا. ورا فرنسا تا هما تيقولوا الماتش مبيون. واه جا شي وزير هذاك الباريس باش يلاطوري كذا. ويه ما تلقى رايجه شي هضره ما عاديه. امين يا مال ديكتاتور. هذا ديكتاتورش من ديكتاتور. هذا ديكتاتور وغلادياتور وترونسبورتور وتيرميناتور. تا اللي قالوا عليه جات. تا كويري ورقايقه وكورتو كبيره بزاف تبارك الله. وقد فمو قد دراعو ما كيخافش. قالوا ليه فرنسا، قالوا فرنسا ديما ما كنربحهاش نخاف منها. وعباد الله باي باي فرنسا. اليوم فرنسا تبهدلات. فرنسا تشوهات ديال بصح. عرفتي اليوم اسبانيا تشدت فرنسا، اقسم بالله العلي العظيم الا سارتها امريكان كامله في التيران. سارتها امريكان كامله كتديها من ولايه لولايه، من ولايه لولايه. ترى قيوهم التوكل اليوم، ترى مصارنهم لووهم اليوم. تا كي كيلعبوها صاحبي، تا طق 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 هاك، طق 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 هاك. وما ديكتاتور فاش كيشد كره 3-4 ما كتخافش عليه، ما تخافش عليه والله لا حيدتي عليه. برافو اسبانيا. الحمد لله ولد بلادنا مغربي بعدا في التيران تمايا بعدا فرح جداتو وفرح باو وفرح العائله في المغرب. انتقم لينا واحد الانتقام ما يمكنش. قالك ولد فايزه. صح واش جدودنا واش جاو قالوا باش تقتل باش تموت؟ لا اجي خصني نترجمها لهم بالرجوله. يا ان proverbe marocain qui dit de la même manière avec laquelle tu tues, tu meurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. La même manière avec laquelle la France a gagné contre le Maroc, elle a perdu contre l'Espagne. ونشرح عليكم بالكره الدراري شنو طرا لهم. طرا لهم بالضبط داكشي اللي طرا لينا حنايا مع جنوب افريقيا في الكوت ديفوار. اخيب ماتش حضرت ليه في حياتي صراحه الله. كان 3000 الحراره في الشمس في هذيك الكوت ديفوار، ومشينا حتى لتماك بعيد في ديك سان بيدرو ولعبنا ضد جنوب افريقيا اللي 8 ولا 9 اللعابه فيهم تيلعبوا في ميلودي ساندونس العام كامل وما تيقصروا مع بعضياتهم. فهمتيني يعني حافظين بعضياتهم. دابا فاش يكون عندك شي ايكيب بحال هكا بحال ليسبان حتى هي اللي بحال البارسا فيها 8 ولا 9 اللعابه ديال البارسا تيلعبوا 38 ماتش في الليغا في العام مع بعضياتهم، راه واخا تجيب مبابي واخا تجيب ما نعرف شنو فهمتيني، تجيب دي زانديفيدواليتي هاربين الا ما كانش لو سيستيم دو جو محفوظ بحال هادوك راه ما غاديش تقد عليهم. وهذا الشيء اللي طرا لفرنسا. الدراري الناس اللي قساونا راه تقساو. مبروك على اسبانيا، تري بو سيستيم دو جو. وان شاء الله نشوفوا في الفينال يامال كونتر ميسي وليدات البارسا ان شاء الله. بيس. فرنسا خسراش مع السبريون والله يتادوا غدنوبنا. تخيل معايا المغرب كامل كان مع اسبانيا اليوم. كلشي ولا لامين يامال كيف وين كيليان ديكتاتور. فينك اخويا فينك. والله العظيم الا هاد السبليون بردوا لنا الغدايد في فرنسا دابا عاد ارتحيت والله الا ارتحيت. الناس مزيان اليوم والله. فيفا اسبانيا فيفا موروكو. فراسكم المغرب بلاد الشرفه ديال بصح من الماتش ديال فرنسا واسبانيا فكرني اكزاكتومون بالماتش ديال فرنسا معنا حنايا المغرب. اصلا السكور هو 2-0. البيت الثاني ديال اسبانيا على فرنسا تماركات تقريبا في نفس الوقيته ديال البيت الثاني ديال فرنسا على المغرب. حتى الكفره ديال حكيمي فكرتني في الكفره ديال مبابي. دونك اليوم كتكون غالب لا غدا كتولي مغلوب. الا كنتي واعر اليوم لا غدا سيدي ربي كيجيبك ما واعر منك.
كارما والموعظه والدروس اللي علمتنا لا كوب دي موند لا تنتهي. وحتى الفراقي اللي ما تعاملوش مزيان مع المغرب جاب لهم الله اللي سد لهم فمهم. السنغال بقاو كيخسروا بثلاثه. مصر واخا لعبات مزيان مشات، والجزائر ما نذكروش عليها. المفاجات الكره كدور. رسميا اسبانيا هي مرتبات فرنسا. نفس السيناريو ديال الاقصاء اللي كان في اليورو ديال 2024 تعاود في كاس العالم 2026. وللامانه راه كانت اسبانيا راه كانت مرعبه اليوم الصراحه. وسط ميدان راه ماشي غا قوي، راه بزاف، راه كان هو الدينامو اللي كيحرك اليوم المنتخب. وما ندويوش على الديفونس صلب، راه صدموني انا اليوم. كوكوريا راه دار اوليسي في جيبو، اما بقيتي كتشوف لا اوليسي لا ديمبيلي لا مبابي لا داك الهجوم المرعب زي فرنسا ما بقيتي كتشوفش هادشي كاع نهائيا. دي لا فوينتي قرا دي شامب مزيان، ودي شامب راه مدرب اللي نصاب دابا وقيلا عاد غادي يكونوا عاقوا به. باش تكون عندك هاد الخط الهجومي هذا الواعر وما دير به والو، ما لقيتيش حلول وبقيتي غا كتخربق صافي. دابا يكونوا عاقوبك. والتحكيم عليه ملاحظات، اسوأ نسخه في التحكيم هي هذيك ما فيهاش حمراء ديال الرودري حكم. ثانيا هذا الماتش هذا الفقسه بمعنى الكلمه. اليوم فرنسا بات بحال موزمبيق. ما يمكنش اننا ما دزناش دومي فينال ولا الفينال. قسما بالله تفرجت في لا كونفيرونس دو بريز ديال السي وهبي اليوم، قال لك لحد الان اليوم ما عرفتش كيفاش يربح فرنسا. السي وهبي كيفاش كربح فرنسا بلا غرينتا. كنقولوا اللعابه راه فرنسا فرقه عاديه ماشي داخلين مخلوعين. راه فراسكم بقات وحليه هنا، حيت الفينال كنا غادي ندوزو لها فاسيلمون وكنا غادي نفرحوا كاملين. راه ما يمكنش. اليوم بانت لي فرنسا اضعف فريق اللي داز في الدومي فينال. راه ما يمكنش. راه الكاب فيغ كانوا شدوا مع الاسبان. يا عرفتي شنو نعسوا العائله الثالث. صباح الخير. ألف مبروك للمنتخب الإسباني، لكل الجماهير الإسبانية. يا له من منتخب إسباني، يا له من منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا اليوم حول فرنسا من أفضل منتخب في البطولة إلى واحد من أسوأ المنتخبات المشاركة في كأس العالم. بكل صراحة، كيف إسبانيا سيطرت على كل التفاصيل، كيف برز كل اللاعبين، كيف لم يشعر الإسبان بغياب بيدري بينما تألق كل لاعب على أرضية الميدان. بكل صراحة، لويس دي لا فوينتي أبطل مفعول فرنسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اليوم لم نرى أي تحرك للمنتخب الفرنسي، لم نراه في المباراة في أي لحظة. إسبانيا سيطرت جملة وتفصيلا، تأهلت إلى النهائي عن جدارة واستحقاق. يا لها من مباراة لرودري، لكوكوريا، لفابيان، كل اللاعبين. اليوم منتخب إسبانيا أكد بأنه رقم صعب جدا. كان يعمل بصمت، كان يتقدم خطوة بخطوة، كان يثق في نفسه رغم تلك البداية المتعثرة أمام الرأس الأخضر. واليوم حول فرنسا من أفضل منتخب في البطولة إلى واحد من أسوأ المنتخبات. ألف مبروك للمنتخب الإسباني، هارد لك لفرنسا. لكن اليوم ما شاهدناه لإسبانيا شيء خرافي. كذبوا كل التوقعات وقدموا مباراة سأقول تاريخية. في الماتش ديال فرنسا واسبانيا كنتفرجوا مفقوس مرات تتفرقع قسما بالله. كل بحالها فرنسا كنت ناخذ العذر ديال فرنسا صعيبه والسلام، وكنت ندوزها بجريمه ديال الموسالات. ولكن انا عايش اصلا الاكتئاب ديال ما بعد نهايه التظاهره ديال المونديال. كيزيد هذا الماتش هذا كيقلب لي الاوجاع وكيفكرني باللي انا والنظره ديال بزاف بحالي منهم حتى النظره ديال الستاف ديال المنتخب واللعابه كاملين باش ما نكرهوا والو، باللي النظره ديالنا كانت غالطه تجاه فرنسا فريق عادي جدا. وهادشي اللي شاف كلشي اليوم كونتر اسبانيا رجعتهم للحجم ديالهم بانهم فريق عادي. وهذا علاش يمكن البروجي ديالهم مع ديشون غادي يسالي وما يبقاش هو كمدرب، يعني حتى هما عارفين شي حوايج اللي حنا ما عارفينهمش. اسبانيا كتبين لك باللي حنايا كنا كونتر فرنسا زيرو من الاخر، بلا ما نبقاو نغطيو على راسنا والمحاباه والعاطفه وكذا. ولكن هذا هو الواقع، كنا ضعاف مع فرنسا، خفنا من فرنسا، وداكشي اللي كتخف منه سبحان الله هو اللي كطيح فيه. اسبانيا صحيح ما نقارنوش راسنا مع اسبانيا في كل بوست عندهم
اللعابه اللي في نيفو اكبر من اللعابه ديالنا، ولكن زائد دوك النقاط ديال الامل اللي عندنا في اللعابه ديالنا. بعض اللعابه اللي كنت يبان عليهم امل بانوا اقزام كونتر المنتخب ديال فرنسا في الكره من طبيعه الحال، باش نبدا اول شي واحد شي حاجه. حنا ضعاف، واسبانيا اليوم كتقري كلشي كره بما فيهم حنايا. اسبانيا للكره والتربيه والتعليم، خصنا نمشيو نتعلموا من ديال لافوينتا ومن اسبانيا شنو هي كره. رسميا فرنسا ودعت كاس العالم، واكيد اليوم الفرحه كبيره عند وايد جماهير المغرب. مبروك الفريق اللي تاهل، وهارد لك لفرنسا. باي باي فرنسا، باي باي، واعطونا رايكم المباراه. نجيكم فاس خويا الحجوي، غا كتخور صديقي، صيفطوا له هاد الريل هذا، غا كتخور التحليل لا شيء اخويا. بقيت عند فرنسا عندها ايكيب ا وعندها ايكيب بي وايكيب سي واعرين وكلاونه، ماشي هذا هو التحليل. نقول المنتخب المغربي اللي كنعرفوه راه ما جاش الماتش، واش فهمتي؟ كون واقعي يا صاحبي، ما تبقاوش غطاو الشمس بالغرباله صاحبي. فاش نقول لكم كاينه شكوك، راه كاينه شكوك. ها هي فرنسا والو ما دارت حتى شي حاجه. اسبانيا لعبوا معاهم رجال، واسبانيا في المتناول وربحناها شحال من مره. ما فهمتش اخويا، انايا ما فهمتش. مؤثرين وكذا والجماهير مساكن مشاو للميريكان، اللي طاب 15 مليون، اللي طاب 20 مليون. الناس مفقوسين. انا زدت تفقس دابا فاش شفت فرنسا بهذا اللعب وداك الشيء. واللعابه ما كاين صاحبي في التيران هكذا، هو فابيان تيلعب في باري، ما كاينش الضحك، ما كاين والو، كيتقاتل. سيروا اصاحبي، ما جايبش بوفال وما كاينش راس حربه وما كاينش. علاش اخويا تحطنا في هذه الوضعيه هذه؟ دوماج والله الا دابا ملي شفنا فرنسا تقصات وبنفس النتيجه اللي تقصات بها المغرب، كتزيد تعصب وكتزيد تمرض اصاحبي. تمنيت المغرب في الفينال وكان في المتناول، اقسم بالله. وعندنا جيل واعر، تظلموا بزاف د اللعابه، بزاف د اللعابه تظلموا ما مشاوش المونديال. خير مثال غير داك بن جديده ديال مصر 20 بيت اصاحبي وما يكونش تمايا، راه مدخل لي السباعي. وهذوك اللي تيقولوا لامين يامال يكون ندم حيت ما لعبش مع المنتخب المغربي، عمرو يندم اصاحبي، بالعكس كيلعب مع الرجال اصاحبي كيتقاتلوا، واش فهمتي؟ والركراكي والله تحقرته وحق الله. الركراكي عرفتيه الحجوي بقى عليه غا كتخور غا كدير، ما كاينش الاداء ما كاينش النتيجه كذا. ما تيكونش الاداء ولكن كتكون النتيجه. ولكن المغرب كونتر فرنسا راه ما كان لا اداء لا نتيجه وما هضرتيش، بقيتي كتقول عادي كذا عندهم وسط ميدان صحيح عندهم كذا. لا خويا لا، الاحتجاج تيكون احتجاج موقف نبيل، واش فهمتي؟ كي هذا كي لاخر. دونك وهبي فشل، وهبي خاصو الاستقاله اخويا. وفهمتي بارك داك المؤثرين اللي عندهم صحابهم في المنتخب ما كيبغيوش فهمتي يقصحوا معاهم الهضره، هذاك الشيء راه هذا سميتو الغدر صاحبي. راه حنا كنهضروا على الوطن صاحبي، بركه وتبقى تدرق على صاحبك ولا كذا. فري يقول له راك كنتي زرق راك ما جيتيش، شنو واقع؟ 11 لاعب كان في التيران راه شو صاحبي، راكم شوهتوا بالرايه ديال البلاد. ديك النوبه وصلتوا للدومي فينال، دابا الربع فينال واحد الكارثه باش خرجوا صاحبي. لا اداء مشرف لا حتى شي حاجه، خص المحاسبه صاحبي. داك الضحك شكون حنا اسدنا لهاد السي، اش جيت تلعب الا باغي تلعبوا ولا سير بحال لعبوا معنا صاحبي بركه ما تبريش. للاسف هادشي هذا ما كيتبارطاجاش صافي. فهمنا السوشيال ميديا كيفاش فهمتي، كتبعوا غير المعاطيه والشوهه وكذا، داكشي هو اللي كيتبارطاج. اما هذا ديال المعقول والهضره اللي كتفدع ما كتبارطاجاش. شي كيغطي على شي كيغطي، ما فهمتش انا. ديمبيلي كليتي طعامنا، يبارك لك في الركاب يا ديمبيلي. اش منك يا رفيسه بالمساخن، واش منك يا دجاج محمر بالسمن، واش منك يا ملاوي، واش منك يا حرشه ويا كسكسو. ويلي وانتايا، ويلي وانتايا، ويلي انتايا الجن يا العفريت. راني نستشفى وانا شمتانه وفرحانه، وما سوق حتى شي واحد يقول لي الشماتة مش من شيام الكبار اختي، من شيام الكبار والصغار. ولي ديمبيلي غندير لك حلقه نتايا. واش اللي كيغضب مرتو ربي يسهل عليه، كليتي طعامه مسكينه وبكيتيها خليتها كترعد في الليل كتقول لك طلقني. ولي وسيروا بغيت لكم الرضا يمين يمال ولد بلادنا، موتوا بالسم اللي كيقولوا باعنا وما خداناش. وخدا اسبانيا كيلعب في الضفه الاخرى معانا تا هو. ملي كنخرجوا حنا هو كينتقم، حنا كنخليوه ديما في كاس العالم. حنا بغينا بحال هكا باش ملي نخرجوا حنا هو يقضي الغرض. وبعدو منا ما تقولوش لينا ما لعبش معاكم ومش دخلكم في اسبانيا، دخلنا. حنا خرجنا، هو غيز لهم الطرح وضرب ليهم بيكوز السورج.
ولد بلادنا يا طلعه. Donde está Mbappé? Donde está Dembélé? شطرا لكم اليوم. complètement annulé من الدقيقة الأولى فرنسا par une super grande équipe. Je suis très contente. Le Maghreb malheureusement l'aventure ديالو s'est arrêtée ذاك النهار. mais mon pays de cœur ان شاء الله هو غادي يدي كأس العالم هذا العام وعقلوا عليها. bien mérité, très beau parcours. فرنسا ما بانتش لحقاش طاحت في اون ايكيب كومون ديو ماندا كوم يلفو. الناس اللي تيقولوا الماتش المغرب حكا السياسه تبع الماتش جو سي با كوا نو تو سامبلومون نيتي با على اوتور. نتعلموا شويه نديروا ليكزارسيس دانتروسبكسيون نراجعوا شويه شنو هما لي فاي ديالنا حتى واحد ما بارفي ونتعلموا بور لي بروشين كومبيتيسيون ان شاء الله. بوينو فرانتشوتيس 14 جويي غتبقى لكم تورخه الى الابد. يلا باقي لكم 51 دقيقه على الاقل احتفلوا بلا فيت ناسيونال مع الناس اللي مشاو حتى للزطيزن يتفرجوا فيكم و ثانك يو مبابي. ديك الكفر اللي ضربتي اون سوليداريتي مع صحيبك حكيمي سبحان الله درتو نفس الزقله. سالو لوكاس. فرنسا طارت يا بابا. اديك الفرنسي اديك الفرنسي روح. وبعدين بيقول لك النهارده عيدهم القومي. يعني انت متخيل النكد اللي هم اتنكدوه ولا مش متخيل؟ طبعا انا قاعد طول الماتش قليل بلو يعني مش لحاجه، خايف يكون عليا قضيه هناك. انا عايز اشجعهم يعني لا تلطف حاجه من اول البطوله واحنا فاهم فرنسا في النهائي. يا فرنسا هي بطل الكاس العالم. اشباح كل ماتش ينزلوا يفرتكوا الدنيا. ما تفهمش النهارده ايه اللي جرالهم والله العظيم. احنا يالا والجدعانه والشبحانه دب قاموا بالعين الجون الاولاني. الواد لامين جمال لبس لهم ضربه الجزاء تلبيسه 1-0 لاسبانيا الشوط الاول وفرنسا مش عارفه ترجع. طب يا اخوانا يهديكوا يرضيكوا قليل بلو اي حاجه مفيش. نزلوا الشوط الثاني في شويه حنكشه كده هوبا دب الجون الثاني. ديدييه ديشان امبابي ديمبيلي رابيو كرواسو مفيش. هوبا عمك لامين جمال حط الجون الثالث طلع اوفسايد. قلت يا نهار اسود ده فرنسا بتتعبى جوان النهارده في ايه؟ امال كنتوا عاملين اشباح على كل فرق الكاس العالم ليه؟ طب كنتوا سبتوا المغرب تكسبكم. هي خرجت اسبانيا المره اللي فاتت. احنا وصلنا لايه انا مش عارف. طبعا خلي بالكم بقى ايه، في ناس كتير خالطه الورق كله ببعضه وفي ناس اصلا كانت بتشجع اسبانيا ضد فرنسا عشان الحكم وفي هنا ميغه. خلي بالك بقى ايه، والناس مدخله كله في كله وخدوا بطارنا والدنيا هنا خربانه. طبعا الكافيه اللي انا كنت قاعد فيه نصه اسبان ونصه فرنساويين الحمد لله. انا قاعد في النص على الله حكايتي انا وصاحبي اللي قاعد جنبي والله. المهم الواد ابني قاعد بيتفرج معايا بيقول لي طب ما هي فرنسا في الدقيقه 80 كده بيقول لي طب ما فرنسا ممكن تعمل كامباك. فبقول له صعب يعني، فرقه اسبانيا برضو حلوين مش وحشين يعني. قال لي ما عادي الارجنتين عملتها فين. قلت له ليه يا ابني؟ انا ما صدقت اتخطى الموضوع. ليه يا حبيب قلبي ليه؟ ليه بتفكرني؟ انا يعني عايز اعدي المرحله دي. بص والله اعلم بالمشي اللي احنا ماشيينه ده ميسي هياخد كاس العالم عشان بس ايه. يعني في ناس اصلا اتعشمت وقالت لك احنا نشجع فرنسا عشان فرنسا هي منافس قوي للارجنتين فان شاء الله تكسب هي المره دي. فايه بالنمط اللي احنا ماشيينه ده انا حاسس ايه، انا شايف المعزه شايل الكاس. اشوفكم في فيديو بكره ان شاء الله. ابوس رجليكم ما حد يشجع انجلترا، شجعوا الارجنتين. سلام عليكم. نهاية المباراة بفوز إسبانيا على فرنسا، لا بل بسحق إسبانيا لفرنسا. قزمتها وصغرتها اليوم، وقفت لها دفاعيا. تصوروا 80 دقيقة لعب، 80 من أصل 90 كل هجوم فرنسا لم يسدد تسديدة على المرمى. ديمبيلي امبابي اوليسي باركولا 0 تسديدة على المرمى لحد دقيقة 80. قزمتهم اليوم وحجمتهم كما حبت. ملا كوتش عند اسبانيا، ملا مدرب وملا قرايه للمباراه وملا لامين يامال يا خويا وملا كوكوريا وملا بيدرو بورو.
صراحة اسبانيا قزمت فرنسا كيما حبت ولعبت كيما حبت، ومباراة تستحق فيها انها مش تفوز، تستحق فيها 4 و5 اهداف. والله ما كذب عليكم الخوت، تنسينا الماتش ديال المنتخب المغربي ودوك الحرقه وداك الشمته اللي بقات فينا. دابا ما تنتفرج في الماتش ديال اسبانيا وفرنسا حسيت بالشمته وتعصبت. ما تعصبش حيت فرنسا خاسره، ولكن بالطريقه باش خاسره. راه حشومه المغرب بينتو فرنسا كبيره وهي صغيره، بينتو كتلعب كره وغدي الفينال، هي راه ما غدي حتى شي حاجه. اللعابه والله تحشوم عليكم من هذا الماتش، من الراس حتى الراس حيدبونا، والله تشوهتونا وما عرفت شنو درتو في ذاك الماتش، ولكن حنا ما مسامحينش ليكم.